انا اعتبر نفسي ابن الرئيس، واعتبره والد بالنسبه لي. مستحيل يكون عندي جوله في شمال افريقيا بدون ما اقف في تونس، بدون ما اقف عند والدي. الشعب التونسي عزيز جدا على قلوب الشعب السعودي، والعلاقه السعوديه التونسيه علاقه قديمه وكلها علاقه ايجابيه في خدمه البلدين، ودورنا في المملكه العربيه السعوديه نبني على ما بنوه من قبلنا، وهذا اللي نحن نقوم فيه اليوم. مشهورين في تونس بسياسه المراحل. سياسه المراحل من تخطيط الملك عبد العزيز رحمه الله، وقت اللي يتقابل هو الحبيب بورقيبه يقول له باش تهاجم دوله عظمى راك ما تعملش كيف الاخرين يدخلوا في حرب ويخسروها، امشي بالمرح. ولهذا احنا الى الان علاقاتنا مع السعوديه علاقات مميزه، والحمد لله الابناء جاوا في مستوى تاريخ الاب، ونحن سعداء. وانا كنت نقول تو سمو الامير اللي هو شرفني ديما يقول لي انا ابنك، وانا نتشرف بهذا. وان شاء الله معناها الزياره هذه تكون فاصل خير وانطلاقه جديده للعلاقات، ولو او بالعكس انطلاقه متجدده مش جديده. نحن الامور ماشيه الحمد لله، واهلا وسهلا هو في بلده. ولو راه احنا عندنا في تقاليدنا لا يرحب بالمرء في عقل داره، ولكن مرحبا به. اهلا.